عمرك سمعت عن وقت كان في رغيف العيش أغلى من الذهب؟ احنا مش بنتكلم عن أي أزمة، احنا بنتكلم عن الشدة المستنصرية. أصعب وأغرب 7 سنين مروا على تاريخ مصر في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. الموضوع بدأ لما النيل شح والفيضانات بتاعته وقفت على مدار سنين. ساعتها الأرض نشفت والزرع مات، الناس ما بقتش عارفة تعمل إيه. كل الناس اللي موجودة من كتر الجوع باعوا بيوتهم ومجوهراتهم علشان خاطر شوية قمح يسدوا بيهم جوعهم. الجوع واليأس وصل لمرحلة مرعبة لدرجة إن البيضة بقت بدينار. الموضوع وصل لمرحلة مرعبة، والناس من شدة الجوع واليأس وصل بيهم الحال إنهم يأكلوا قطط وكلاب. مش بس كده، مع الأسف بعض المؤرخين بيقولوا إن في بعض الأماكن وصل بيهم الحال إنهم بيأكلوا لحم بشر. حتى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله كان بيموت من الجوع. وصل بيه الحال إنه باع أساس بيته ومجوهراته وما كانش فاضل معاه غير الحصيرة اللي بينام عليها. لحتى بناته هربوا على بغداد علشان خاطر يلاقوا لقمة عيش ياكلوها يعرفوا يعيشوا. الأزمة دي ما خلصتش غير لما النيل رجع بفيضاناته تاني، وساعتها تولى زمام الأمور الوزير بدر الجمالي. عرف يرجع البلد زي ما كانت ورجع هيبة الدولة وحتى قانون صارم يعرف يسيطر بيه على الأسعار. وتفضل الشدة المستنصرية دي كأكبر درس في التاريخ. خلينا نعرف إن نهر النيل هو شريان الحياة، ومن غيره الدنيا بتقف وبتموت.